السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الثانوي. النهاردة جاي لكم فيديو مهم جدا، فيديو ملخص كتجربتي واللي استفدته من تالتة ثانوي. لو أنا كنت مكانكم أو لو رجع بيا الزمن كنت أتمنى إن حد يحط الفيديو ده ويقول لي شوية التفاصيل اللي بتبقى بتفيد الواحد في الامتحان، تخليه يحصل أعلى الدرجات. هقول لك هتعمل إيه في فترة الامتحانات وما قبل الامتحانات وما قبل امتحان العربي، والفترة بين كل امتحان وامتحان، الفترة اللي احنا فيها دي اللي هي قبل 10 ايام من المواد اللي بتضاف للمجموع. الاول احنا دلوقتي خلاص، مش هقولك بقى لو فتحت دلوقتي تبقى تجيب 100% والكلام ده كله، لكن دلوقتي تقدر لو انت عندك معلومة صغيرة تقدر في الوقت اللي احنا فيه ده تقدر تكمل على المعلومة دي وتجيب درجة اعلى من اللي انت هتجيبها. يعني انت واحد جاب مثلا 60% غير اللي هيجيب 75%، تفتح له كمية كليات. طب اقدر اجيب من 60 ل 75 في الفترة دي؟ المهم يعني عشان بس ما ناخدش في تفاصيل كتير. آه، دلوقتي احنا النهاردة الفيديو ده ينزل يوم 10/6، ف دلوقتي احنا خلاص بقى 10 ايام وادخل امتحانات المواد المضافة للمجموع. انا كل اللي عايزه منك لما تدخل الامتحان، بس هقولك هتعمل ايه قبل الامتحانات والكلام ده كله، بس لما تدخل الامتحان عشان دي نقطة مهمة جدا، حاول تحصل اكبر درجة من الامتحان. يعني ايه؟ يعني مثلا امتحان العربي من 80 درجة، 80 درجة انا هطلع من الامتحان ده اقول انا مش عايز اقل عن 60 مثلا، 60. انا في دماغي انا مش هقل عن 60. مش هقولك بقى طرق تغش والكلام ده كله، لا انت ذاكر قوي، ولما تدخل الامتحان حاول ما تطلعش اقل من 60. ودي نصيحة، لان ساعات الواحد مثلا ما يلاقيش فرصة الغش او هكذا، يروح جاي قايل ليه خلاص، يروح جاي هابد او كده. لا، اقلب الدنيا، اقلب الدنيا وركز وافتكر وشوف انا جبت ايه، واطلع لاخر الوقت، لاخر الوقت، لغاية ما تحاول ان انت ما تقلش عن 60 درجة. عن 80 درجة اللي هو بتاعة العربي، احنا قلنا الرينج الاقل ايه 60. طيب حاليا بقى اعمل ايه؟ انا لسه دلوقتي قدامي 10 ايام. ال10 ايام دول هنسيب 4 ايام بس للعربي، هيتبقى معايا 6 ايام. ال6 ايام دلوقتي انا بطلت دروس اللي هي بتاعت فيزياء وكيمياء والاحياء او رياضه لو انت علم رياضه وهكذا، انا بطلت وقفت. دلوقتي احنا ايه، واخدين فتره اجازه لغايه عشان مدرس العربي يشتغل الماده اللي قبل الامتحان بتاعته. معايا 6 ايام هذاكر فيهم عربي، هذاكر فيهم كل المواد المهمه. يعني ايه؟ بس هدي العربي جزء قليل، هدي العربي جزء قليل. طب ليه اشمعنى اذاكر المواد دي؟ ليه؟ عشان ما انساش. عشان لو انت، دي حاجه ممكن ناس كتير بتقع فيها، ان انت لو سبت المواد خالص وجيت بقى كل ماده مادتها، هتيجي توصل لغايه امتحان الاحياء في الاخر، او تيجي توصل لغايه امتحان الهندسه في الاخر، تلاقي نفسك نسيت كل حاجه. حتى لو انت بيرفكت هتنسى. فعايزين قسم وقتك، احنا معانا 10 ايام، 6 ايام هتبقى مواد، والعربي انا عارف ان هو نصوص بتبقى تحريريه، قراءه تحريريه، فالكلام ده كله انت هتذاكر نحو 4 ايام هتلمهم خلاص. ركز معايا بقى في النقطة اللي جاية دي لأنها نقطة مهمة جدا 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 جدا. ايه النقطة دي؟ أنا هحل امتحانات شاملة. طيب ما انت قلت لي كله هيحل امتحانات شاملة، ايه المشكلة؟ أنا همسك الامتحان، انت عندك مثلا امتحان 40 سؤال أحياء مثلا، تمسك الامتحان ال40 سؤال وسؤال سؤال تحله. طب سؤال جاوبته صح خلاص، سؤال جاوبته غلط التاني مثلا، أعمل ايه؟ أروح جايب الجزء اللي أنا غلطت فيه ده أراجعه كله، أراجع الدرس بتاعه كله كله خلاص. دي نقطة مهمة جدا، تحصيلية تحصيلية. غلطت مثلا في سؤال في مثلا التكاثر في الأحياء، أمسك مثلا غلطت في تكاثر في النبات، أروح ماسك النبات كله جزء التكاثر أراجعه من الأول تاني، وبعد كده أروح داخل على السؤال التالت، حليته تمام، السؤال الرابع حليته تمام، السؤال الخامس غلطت فيه معرفتوش الكلام ده، مثلا كان في جزء المناعة، أروح ماسك جزء المناعة في الإنسان مثلا، أروح جاي حله من الأول تاني ومراجعه والكلام ده كله. والله يا جماعة نقطة مهمة جدا هتستفادوا منها. كذلك في الإنجليزي، حليت مثلا في شابتر 2 مثلا ما في جزئيه او سؤال مثلا في الجرامر ما عرفتوش، طب اعمل ايه؟ لا، اروح ماسك الجرامر مثلا باست كونتينوس او باست سيمبل او كده، غلطت في حاجه من دول اروح جاي مراجعها من الاول تاني.
دي حاجة مهمة جدا وهتحصل بطريقة رهيبة رهيبة. وانا الكلام ده انا مجربه يعني لغاية ما زهقت منه. طيب، في تفرق ايه بقى بين مثلا شخص مذاكر قوي، مذاكر قوي ودخل الامتحان محلش، وشخص مذاكر نص نص ودخل الامتحان حل؟ دي تفرق في ايه؟ الشخص ده بيبقى عارف هو اهدافه واضحة. انا ممكن امسك مثلا كتاب العربي، اذاكر كل حاجة فيه وابقى مذاكر كويس جدا جدا وكده، بس في نفس الوقت في حاجات كتيرة مش هتيجي منه. انما في شخص تاني بيبقى عارف الامتحان هيجي ازاي، الاسئله دي هتيجي كذا، الاسئله دي هتيجي كذا. يعني ايه؟ يعني ما تضيعش وقتك في اسئله اللي هي بتبقى قدرات عاليه قوي، لان دي مش هتيجي. انت اللي هيجيلك سؤال سهل تبان ان هو سهل، بس تيجي تحله ما تعرفش، او تيجي تحله خلاص يا جماعه، فهتلاقي نفسك 40 سؤال رجعت على المنهج كامل. امتحان هيقعد معاك مثلا ساعتين 3 4 ساعات، مفيش مشكله، بس رجعت على المنهج كامل. حليت في الاحياء كده، حليت في الكيمياء كده، هكذا هكذا، هتلاقي نفسك رجعت مادتين 3 في اليوم، وهتبقى فاكر دايما رابط بين المعلومات وبعضها. فدي حاجة مهمة جدا. تالت نقطة عايز اتكلم عليها، الامتحانات الاسترشادية بتاعت الوزارة بتاعت السنين اللي فاتت. الامتحانات دي مهمة جدا. الامتحانات دي هو ده يا ابني الأسئلة اللي هتجيلك، هي دي الأسئلة بالنظام ده اللي هتجيلك، فانت شوفها وحلها. لأن ساعات السؤال بيجي بس متغير رقم رقمين، والله ده حصل. بص على الأسئلة هتحل ازاي، سيبك من كتاب الامتحان وكتاب كذا وكتاب كذا اللي بيجيب لك أسئلة يقول لك دي زيها. أهم حاجة أسئلة الوزارة، أهم حاجة أسئلة الوزارة. خلاص. أه... نقطة مهمة جدا. أنا كده قلت 3 نقط مهمين مهمين جدا جدا: طريقة الحل، وإزاي أتعامل مع المسائل والكلام ده، وأعمل إيه في الفترة اللي قبل 10 أيام. همسك لك بقى الفترة اللي جاية تعمل إيه ليلة امتحان كذا، ليلة امتحان كذا، وليلة امتحان كذا. وأهم حاجة يا جماعة النوم. النوم مهم جدا، النوم مهم جدا. انا مش عشان بذاكر انا هذاكر وبتاع، بس اهم حاجه انام اقل حاجه 6 ساعات. هتنام اقل من كده انت هتصحى فايق مش فايق، وهتيجي تحل مش هتعرف تحل، هتيجي تركز مش هتعرف تركز لان انت مش نايم. انام 6 ساعات ومعاك 14 ساعه، معاك 18 ساعه تقدر تذاكر فيهم وتحل فيهم وي 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 فانت اهم حاجه النوم. ما نمتش والله ما هتعرف تحصل حاجه. خلينا كده بقى في السلسلة دي، ومساعدة لطلاب تالتة ثانوي. ان شاء الله ربنا يكرمكم ويوفقكم ويدخلكم الكليات اللي بتتمنوها واللي ربنا شايفها خير ليكم. شكرا.